في الموضوع العملي الأخير الخيارات والاستراتيجيات، هنا بنتكلم في فكرة مصفوفة النتائج. يعني إيه مصفوفة النتائج؟ يعني إحنا عندنا حضرتك سعر للسهم اسمه سعر التنفيذ أو سعر الممارسة، وعندنا أسعار متوقعة في المستقبل للسهم. إحنا هنا بنتكلم عن 4 أشخاص. مين هم ال4 أشخاص بقى؟ أولا بنتكلم في حاجة اسمها خيارات، تنقسم عندي لخيار شراء وخيار بيع. ايه هو الخيار او كلمة الخيارات ايه هي؟ ده حضرتك ناس بتستثمر في الاسهم، وفي ناس بتستثمر في السندات، في ناس بتستثمر في الخيارات دي. ورقة، الورقة دي بتسمح لحضرتك انك تبيع او تشتري مجموعة معينة من الاسهم او السندات. طبعا دي اول مرة تسمع عنها، انت عارف السهم والسند، انا بقول لك حاجة جديدة اسمها الخيارات. ففي ناس بتستثمر من خلال انها بتستثمر في خيار شراء اسمه كده او خيار بيع. خيار الشراء بيسمح لك انك تشتري مجموعة معينة من الاسهم والسندات. خيار البيع بيسمح لك انك تبيع مجموعة معينة من الاسهم والسندات. بس كده؟ بس كده. طب يعني ايه يسمح لي ان انا اشتري؟ يعني انت بس اللي معاك الحق تشتري، بس هل انت مجبر تشتري لما السعر مثلا يوصل 100؟ لا، بس معاك انت ورقة بتقول ان انا ممكن اشتري لما السعر يوصل 100، بس انت مش مجبر تشتري. فبنقول ان هنا المستثمر لديه الحق وليس الالتزام. not obligation، هو مش ملزم، بس معاه الحق انه يشتري مجموعة اسهم او هنا انه يبيع مجموعة اسهم. ده كده حضرتك كلمة خيار شراء وخيار بيع. حضرتك الورقة دي في حد اشتراها وفي حد باعها. اللي اشتراها اسمه حامل خيار الشراء، واللي باعها اسمه محرر خيار الشراء. يبقى هنا دول شخصين، والراجل ده معاه خيار بيع فهو حامل خيار البيع، واللي باع الورقة هو محرر خيار البيع. دول حضرتك 4 أشخاص المفروض نحسب مكسب وخسارة كل شخص فيهم. هل هنحسب مرتين ومرتين ومرتين خسارة ومكسب خسارة ومكسب؟ لا، انت هتحسب مرتين بس. هتحسب هنا امتى الراجل ده بيكسب وامتى بيخسر، بس كده. بس كده. وهنحسب لعمه ده امتى بيكسب وامتى بيخسر. طب هل هتحفظ كل القوانين دي؟ خالص. انا هخليك تحفظ 3 كلمات فقط، بس ركز بقى فيهم، هو ده الحفظ في الموضوع كله. لو عرفت دول خلصت الموضوع. الراجل ده بيكسب الاولاني ده لما يكون سعر السهم اكبر من سعر الممارسة اللي هو هيدولك معطى في التمرين. هتحفظ ده زي اسمك، ان حامل خيار الشراء، ادي 3 كلمات. بيكسب امتى؟ لما يكون سعر السهم اكبر من، اوعى ده، لازم ده زي اسمك، مش هخليك بقى تحفظ حاجه، بس احفظ ده. هنكمل منه كل قوانين يا معلم. يلا. ده بيكسب لما يكون سعر السهم اكبر من ايه؟ الممارسه. يبقى هنا سعر السهم الخساره امتى؟ او يساوي دايما في الخساره. عرفنا انه بيكسب لما يكون سعر السهم اكبر، فبيخسر لما يكون اصغر او يساوي. حلو كده؟ اصغر من او يساوي سعر الممارسه. هنكمل منه هو القوانين. الراجل ده بيكسب لما يكون سعر السهم اكبر من ايه؟ الممارسه. يبقى ده يكسب امتى؟ سعر السهم اصغر من الممارسه. طب مكسبه لما يكون اصغر يبقى خسارته امتى؟ او يساوي دايما في الخساره. شفت جبت القوانين كلها من 3 كلمات ازاي؟ داخل الامتحان تكتب لي دول. الخيارات مهم جدا. الراجل ده اسمه حامل خيار الشراء، هيسأل عليه بالاسم. بيكسب امتى؟ لما يكون سعر السهم اكبر من الممارسه. ثبت دي في دماغك. يبقى ده بيخسر امتى؟ اصغر من او. طب ده بيكسب هنا اكبر، يبقى ده بيخسر امتى؟ كل القوانين دي خلاص من حاجه واحده 3 كلمات. حفظتها خلاص؟
حامل خيار الشراء بيكسب امتى؟ سعر السهم اكبر من الممارسه. طب هنحسب لعمه ده او عمه ده؟ لا، انا النهارده القلم ده ب 12 جنيه بعته ب 14، انت كسبت كام؟ طب لو كان معايا كنت انا كسبت كام؟ 2. يبقى انا بعته فانت كسبت 2، يبقى مكسبك هو خسارتي، مش كده؟ فالراجل ده مش هنحسب له، هنقول ان مكسب الراجل ده هو خساره الراجل ده، فمش هنحسب له بقى، هيطلع هنا ارقام بالخساره، شيل الاقواس بقت مكسب. وان خساره الراجل ده هي ايه؟ مكسب الراجل ده، بس كده، فمش هنحسب له تاني بقى. خلاص كده يا جماعه؟ تاني، الراجل ده مكسبه هو ايه؟ خساره الراجل ده. القلم ده ب 10 يا جماعه، بعته ب 15، فانا كسبان 5، فانت خسران 5، فمكسبي هو خسارتك، وخسارتي هي مكسب. ده مهم جدا جدا جدا، احنا ده اللي احنا رايحين نحسبه دلوقتي، انك بتعرف القاعده ده بيكسب امتى ويخسر امتى، وده ما بتحسبلوش. خلاص كده؟ ده كده الموضوع اللي هو اسمه الخيارات، سهل جدا جدا جدا. هخليك تصور في الاخر. يلا بينا. طبعا هنا ده الاكاديميك بقى بتاع الموضوع، ده بيكسب امتى وده يخسر امتى وهكذا. تعالى نحل تمرين امتحان على طول. يلا يا معلم. هناك خيار شراء وخيار بيع على سهم واحد وبذات فترة الصلاحية. سعر الممارسة كام؟ معطى في جميع التمارين. على الهادي خالص اهو. تكلفة خيار الشراء كام؟ جنيه 75، وخيار البيع يبقى انا عندي 3 معطيات في جميع التمارين، او معطيين. امتى بقى يبقى معطيين؟ لو جه قال لك سعر الخيار كذا، ما قالش لا بيع ولا شراء، يمشي بيع ويمشي شراء، يبقى هنا الراجل ده حدد هنا في التمرين قال لك خيار شراء وخيار ايه؟ بيع. وبالتالي لو ما قالكش بيع ولا شراء وقال لك تكلفة الخيار وسكت، يمشي شراء ويمشي بيع. واضح كده؟ خلاص يا جماعه؟ يبقى ده حضرتك معطى في جميع التمارين. السهم بقى اللي الممارسه بتاعته 72، عندنا اسعار متوقعه او في نهايه فتره الصلاحيه هتكون موجوده. ده كام؟ ده اقل صح؟ وده كمان؟ كل ده اكتر، مش كده؟ يبقى ده اول واحد. اول واحد بيكسب امتى؟ سعر السهم اكبر من الممارسه. الممارسه كام؟ يعني هنا اصغر يخسر، وهنا كمان، ولو في 72 يخسر، لان يساوي دايما فين؟ في الخساره. اما كل ده ايه؟ مكسب. ركز بقى في القانون. انت كده عرفت، خلي بالك بس فرق بين الحاجتين. انت كده عرفت بيكسب فين، عند انهي سعر. بيكسب كام دي قضيه تانية. خلاص كده؟ خليك عارف اللي احنا رايحين نحسب لخيار شراء، صح كده؟ تكلفه خيار الشراء كام؟ جنيه 75. بص كده، هتحط حضرتك المكسب، كل دي اسعار مكسب مش كده؟ ناقص الممارسه. بص مش عايزك تحفظ القانون، القانون اهو. سعر السهم اللي موجود هتطرح منه حاجتين، الممارسه وتكلفه الخيار. في الشراء تطرح الشراء، وفي البيع تطرح البيع. يبقى هنا ده حضرتك ثابت معاك. هل ده اتغير كده؟ مش ده الممارسه كده؟ وده كمان ثابت معاك. ده تكلفه الخيار ايه؟ الشراء. قال لك في المعطيات كام؟ جنيه 75. هو بيحسب المكسب بس كده. ايه يا فندم؟ ما احنا رايحين نحسب الباقي. هيحسب الخساره في هنحسب المكسب والخساره. خلاص؟ ايه بقى تكلفه خيار الشراء دي؟ نسيت اقول لك انا بقى. الورقه اللي اتكتب عليها العقد نفسه او الخيار نفسه ثمنها جنيه 75. الورقه اللي في ايدك دي فعلا تعدي جنيه، يعني تصويرها لو صورت بطاقه بيقول لك 2 جنيه او 3 جنيه. فبنحسب ليه الورقه للدرجه دي؟ اصل انت مش بتجيب خيار، ده انت بتستثمر في مليون خيار بمليون جنيه. يعني لو الورقه بجنيه وانت جبت مليون خيار، تكلفتهم كام؟ مليون. يبقى النهارده لو انا جبت لك دبدوب وجبت لك شنطه حطيت فيها الدبدوب زي ما قلت لك قبل كده، وانت رجعت الدبدوب وانا رجعته للراجل، هل انا مش خسران؟ خسران تكلفه الشنطه. هي دي الشنطه، تكلفه الخيار نفسه. واضح كده؟ فدلوقتي حضرتك بتطرح حاجتين، بتطرح سعر الممارسه وبتطرح تكلفه الخيار. بص بقى، انا بحسب مكسب مش كده؟ اهو بحسب ايه؟ امتى بيكسب وامتى بيخسر. فهنا حضرتك الراجل اللي بيكسب لما يكون سعر السهم اكبر. كل ده فعلا
اكبر من 72 يعني بيكسب. طلع هنا مكسب ولا خساره؟ خساره عادي جدا. انت بتحسب مكسب وطلع معاك خساره مفيش مشكله. اشتغلت بيوم ب 500 جنيه، جبت كيلو كباب ب 800، هل انت مش كسبان؟ بس انت توتال اليوم خسران 300، فبتحسب مكسب وطلع رقم بالسالب عادي جدا. اتفقنا كده؟ دي الارقام اللي احنا هنروح ننقلها. كده ناقص كام سعر يا معلم؟ احنا بدأنا من اول 72 ونص، يبقى ناقص كام سعر هنا؟ سعرين دول الخساره. لما بيخسر حاجه واحده فقط، هي تكلفه خيار الشراء. اهو لما بيخسر عند السعر 68 وعند ال70، وبيخسر جنيه 75 وبيخسر جنيه 75 تكلفة الورقة فقط. ماشي كده؟ يلا عمو التاني حامل خيار البيع، قلنا بيكسب امتى؟ هناك كان اكبر، يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا بيكسب فقط عند كام؟ وكمان كام؟ ومن اول 72 ونص لحد الاخر خسارة. ده خيار بيع صح؟ تكلفته في المعطيات 2 جنيه و20 قرش، يبقى كل دول كام؟ 2 جنيه و20 قرش خسارة كل دول. المكسب هنا بس. هناك قلنا 72 ونص ناقص 72 مش كده؟ لا هنا اعكس بقى، هنا الممارسة ناقص تكلفة السهم. يبقى 72 اهي دي الثابتة، وده كمان ثابت في البيع ب 2 جنيه و20 قرش، وبتطرح هنا السعر بقى 68 70. بحسب مكسب هنا طلع ايه؟ خسارة عادي جدا. عادي جدا. ايه بقى المصفوفة او الاسم اللي بيخضك دايما؟ يا باشا المصفوفة دي انا بروح انقل فيها اللي عملته. بص كده، ادي حضرتك اول واحد عند السعر 68 كسب جنيه و80. بص كده اهو 68 كسب كام؟ جنيه و80 مش كده؟ وهنا كسب بس خسر كام في الاخر؟ 2 جنيه و20. حلو قوي. كل الاسعار دي بالنسبه له مكسب ولا خساره؟ مكسب. خساره. ما هو كسب هنا وهنا بس. ولما بيخسر تكلفه الخيار اهو. فهمت كده؟ كل ده بيخسر تكلفه خيار البيع. لما تيجي بقى فاكر لما قلت لك مكسب ده خساره ده؟ اهو هنا تنقل كل الارقام تاني، ده بنقله هنا، بس حضرتك اللي معلوش اقواس بحط له ايه؟ واللي عليه اقواس بشيل الاقواس. ده الترجمه الحرفيه لمعنى كلمه ان مكسب ده خساره ده، وخساره ده مكسب ده. كذلك هنا انا خدت الارقام دي من اول 72 ونص، خليك فاكر اهو، بنقل عادي جدا اهو، خدت كل اهو، ده كان معانا كل ده، واتفقنا انه بيخسر هنا وبيخسر هنا. عملنا ايه هنا؟ نقلنا الارقام ونغير الاقواس. هنا يا فندم في اقواس شلناها، هنا برضو شلناها، هنا مفيش اقواس حطينا اقواس. ده الترجمه الحرفيه ان مكسب ده خساره ده، وخساره ده مكسب ده، مكسب ده خساره ده، وخساره ده مكسب ده. يبقى انت فعلا ما تحسبلوش، لان انت بتاخد كوبي من الارقام، اللي فيه اقواس شيلها، اللي ما عندوش اقواس حط له اقواس. مكسب ده خساره ده. كده خلصنا الخيارات. هو اول سعرين دولت في الشراء ليه بينزل لنا الجنيه 75 عشان هو ده حضرتك الخساره. لما بتخسري الشنطه اللي احنا حكيناها دلوقتي، تخسري الورقه ب 175، هنا ده سعر خيار الشراء، وهنا 2 جنيه و20 ده سعر خيار البيع. واضح كده يا جماعه؟ سهل. القصه كلها في المصفوفه. عادي جدا يجيب لك هنا بقى ارقام الاسئله. لو جاب لك الخيارات وعاوز المصفوفه وده صعب شويه، يجيب لك ارقام الاسئله هنا جوه المصفوفه. هو دي الصغير ده عليه 50 كمان. ايه يا فندم؟ ليه الموضوع الصغير ده عليه 50؟ اشمعنى ده اللي عليه 50؟ ده مهم جدا بالنسبه للدكتور، يعني لسه بنكمل بقى. يلا. عادي جدا بقى يكون تمرين زي ده. بنتكلم برضو في الاربع اشخاص، ولكن هنا اداني 3 اسعار. فباختصار يا فندم هنا اداني الاسعار المتوقعه بتاعتي. بص بقى، سعر الممارسه كام؟ 50. السعر الجاري خيار الشراء كام؟ 65 قرش. وهنا خيار البيع كام؟ هل في معطى ما ندوش؟ لازم الثلاثه دول. حلو كده؟ اداني بقى اسعار متوقعه ان السهم ابو 50 ده يبقى ب 46 او ب 50 او ب 52. يلا بقى بينا. الممارسه كام؟ 50. اول واحد اسمه ايه؟ حامل. بيكسب امتى؟ لما يكون سعر السهم اكبر من، يعني بيكسب فين؟ هنا بس. طب يكسب ايه؟ 52 ناقص 50 ناقص التكلفه بكام؟ ب 65 قرش. يطلع الرقم ده. طب ده خساره؟ ده خساره. حلو. ده خيار ايه؟ بكام؟ خساره. خلصناه خلاص. هل هنحسب لعمه ده؟ تنقل الارقام اهو.
وهنا في ما فيش اقواس حطينا، هنا في اقواس ايه عملنا ايه؟ شلناها. ماشي. خلاص كده؟ اللي بعده ده حضرتك خيار ايه؟ بيع. بيكسب امتى؟ عند اصغر من، يعني بيكسب هنا وبيكسب هنا. طب بيكسب ايه؟ بيكسب 50 ناقص 46 ناقص جنيه 55. 50 ناقص 50 50 ناقص 50. هنا ده حضرتك 50. ال 50 دايما في الخساره، يعني هو بيكسب في 46 بس. فكسب هنا 2 45. كسب هنا 2 45 يساوي دايما في الخساره. خلاص كده؟ فهنا خساره وهنا خساره، بيخسر ايه؟ تكلفه الخيار بس. هتعمل ايه هنا؟ هتنقل الارقام وغير الاقواس. هنا مفيش اقواس حطيت اقواس، هنا في اقواس شلت الاقواس. ادي الخيارات. وانا عرفت منين دولت عليهم اقواس اصلا؟ ايه يا فندم؟ حضرتك حسبت اهو 50 ناقص 46 ناقص جنيه 55 طلع 2 جنيه 45. طب ودولت الجنيه 55 ده حضرتك كسب لما يكون اصغر، يبقى هنا حضرتك كسب هنا، يبقى هنا خسر. خسر ايه؟ ده خيار بيع. تكلفته كام؟ جنيه 55. حطيناه. ماشي كده؟ تمام؟ هيسألني ازاي يعني في اليوم في الجدول ده كده ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك هنا حامل خيار الشراء عند السعر كذا، مقدار مكسبه كذا، تختار ده. مقدار خسارته كذا، تختار ده، وهكذا. خلاص يا استاذه؟ ادي حضرتك قصه الخيارات. فيها حاجه اسمها بقى سعر التعادل. لما يطلب منك سعر التعادل، التمرين اللي فوق ده فيه هنا بيطلب ايه؟ بيطلب من حضرتك عاوزين نحسب سعر التعادل. لو طلب سعر التعادل ده حضرتك حاجه سهله جدا. في الشراء القانون بتاعه سعر ممارسه زائد تكلفه خيار الشراء، وفي البيع سعر ممارسه ناقص تكلفه خيار البيع. في الشراء زائد وفي البيع ناقص. يبقى هنا تكلفه خيار الشراء 65 قرش، 50 زائد 65 ده اسمه سعر التعادل. سعر التعادل. اما هنا حضرتك بنتكلم في البيع، فهنا 50 ناقص تكلفه خيار البيع، طلع ده سعر التعادل. ده قانون سهل جدا في الخيارات. واضح كده؟ ده كده موضوع الخيارات خلص.